عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جينا لكم بفيديو جديد وهو عن مشتريات عيد الاضحى. جبنا منتجات سكين كير للشعر والجسم والبشره وكل حاجه يا جماعه هنعرضها معاكم بقى النهارده. اول حاجه يا جماعه هنبدا فيها من مشترياتنا لعيد الاضحى، وتقدروا برضو يا جماعه تشتروا نفس اللي احنا مشتريينه. يعني احنا حاجات مجربينها قبل كده كذا مره فبنكررها تاني كمان عشان عيد الاضحى، وبجد النتيجه بتاعتها هايله يا جماعه. اول حاجه معانا هي سكروب، ده فيس اند بادي سكروب، يعني للجسم والوش. ده مقشر يا جماعه. ده مقشر كمان بريحه المانجا. كمان احنا اشترينا منه كذا مره وجربناه فلقيناه ان هو جميل وبيدي ريحه حلوه كده، في بالمانجا، في بالفراوله، في كل حاجه يا جماعه. في الفحم. احنا مجربين منتج تاني بالفحم، فحبينا المره دي بقى نجرب ده بالمانجا، نجرب ده كمان بالمانجا. فهو بيبقى عباره القوام بتاعه عن حبيبات كده بتقشر كده البشره علشان تشيل اي حاجه فيها، زي ما بتخلي يا جماعه البشره ناعمه حلوه جدا وريحتها حلوه. بتخلي ريحه البشره حلوه عشان هو بريحه المانجا. في كذا يا جماعه ريحه تقدروا تجيبوا بيها، ريحتها جميله قوي بصراحه. تحفه بجد، يعني تدي انتعاش كده. وكمان احنا داخلين على الصيف، فالحاجات دي تبقى حلوه قوي. الصيف ريحه نظافه كده، ريحه فريش كده منعنشه. فدي كده كانت اول حاجه معانا وننصحكم بيها، احنا مجربينها كذا مره. يا جماعه السكروب ده بالمانجا جميل جدا، يعني هو اصلا فيه حبيبات جوه. بصوا تقشر البشره كده مع بعض. بصوا بتبداوا تفردوها كده، بجد المقشر هي حبيباته اللي مش خشنه. ناعمه، بتعمل بقى تقشر البشره وتشيل فيها اي رؤوس سودا، اي حاجه في البشره بتشيلها. فبصراحه جميل، احنا بنستعمله على طول يا جماعه. حبيباته ناعمه جدا، مش بتأثر على البشره. بالفحم الاتنين روعه بصراحه. يعني هي بتقشر، مش بتخربش، مش بتعور البشره، مش بتأثر على البشره بحاجه وحشه، يعني هي بتفيدها. وكمان يا جماعه جبنا الغسول دوت. بصوا يعني سكراب لازم معاه غسول. احنا بدأنا اول حاجه بالمنتجات السكين كير بتاعت البشره. بصوا صغير قوي يا جماعه، وبصراحه حلوه قوي، نتيجته هايله، جميل جدا. وده لكل انواع البشره. يعني ده غسول وجه فيتامين سي لتفتيح وتوحيد لون البشره، ده لكل انواع البشره، مش بشره معينه. فبجد نتيجته هايله، من اول استخدام بتلاقيه كده تفتيح يا جماعه، وبجد بيبقى حلو قوي زي ما انتم شايفين. ده كده الشكل بتاعه يا جماعه. غسول الوش اللي احنا جبناه من بوبانا، هنفتحه معاكم برضو يا جماعه، وهنوريكم هو عامل ازاي. احنا لسه جايبينه، مش عايزه اتفتح. انت جامده من هنا اهي. احلى حاجه يا جماعه ان هم مغلفينه، لانه حتى لما انت تيجي تشتريه لو مكان انت مش عارفاه، ممكن مثلا مجربينه يعني يبقى مثلا عندهم شايفين انا ضغط عليه انا ضغط عليه. شايفين قوامه حلو قوي يا جماعه، مش سايح كده، ان هو تقيل كده حلو. شايفين حتى لما يعني طلع لبره مسحش النقطه اللي على الغطا دوت، ما وقعتش يعني. بس هو وقع كده يا جماعه لان احنا كنا قلبينه، عشان احنا قلبينه كنا دايسين عليه. شايفين؟ بس هو حلو قوي ما شاء الله يا جماعه، انصحكم تجربوه. ده قلنا فيتامين سي من بوبانا لكل انواع البشره، فحلوه قوي. وده كمان كميه اللي هي الصغيره، وننصحكم بيه، جميل جدا وفيه فيتامين سي وكمان لتفتيح وتوحيد لون البشره. بصراحه احنا مجربين منه برضو. ده من بوبانا. بوبانا. وفي كمان الماسك التاني ده بالفحم، ده بوبانا برضو. ده بوبانا، ده مقشر برضو سكراب زي التاني، سكراب بس بالفحم. ده في منه كذا ريحه يا جماعه، بجد كان كتير قوي. بطيخ وفي يعني احنا متعودين في موز وبطيخ يعني كل حاجه موجوده. في صبار، في افوكادو، وفي بالفحم برضو. بس احنا الفحم جايبين بوبانا نستخدم ده على طول، جميل برضو. ده كريم صنفره بالفحم. وكمان ده يا جماعه يعني ملوش نوع بشره معينه، هو ده لكل انواع البشره، فاللي هو حلو يعني. حتى لو انت مش عارفه نوع بشرتك ايه، فده ينفع معاكي. بس بوبانا ده يعني لانواع بشره معينه بس، فاهمين قصدي؟ ده في منه كل حاجه حرفيا. بعد كده معانا بقى هنخش على الشعر. في منتجات تانية سكين كير للبشره هنرجع لكم فيها تاني، بس هنبتدي بقى بالشعر. ده مينك بجوز الهند. جوز الهند وزبده الكاكاو. يعني احنا بنستعمله على طول، جبناه قبل كده كذا مره وبنكرره تاني. بجوز الهند ده بجد غير ان هو يعني انواع شعر معينه، بس ريحته خطيره، روعه. تحسيه انتعاش كده. حتى بعد ما بتغسلي شعرك منه بيسيب ريحه هايله يا جماعه. ده شامبو. بعد كده معانا التاني ده ده من بنتين. ده بلسم يا جماعه. احنا جبنا شامبو دوت من شامبو مين، ودوت بلسم بنتين. وكمان ضد التصاق الشعر.
فبجد تحفه قوي يا جماعه، وريحتهم روعه قوي. لو انتوا بتدوروا على بلسم معين ومش عارفين تجيبوا ايه، فده بجد حلو قوي ومناسب يا جماعه للشعر كمان، وكمان بيخفف تساقط الشعر. وكمان جايبين بلسم تاني، نوع تاني سانسلك، ده بزيت الارجان، جميل جدا بصراحه وريحته روعه. كمان الشعر الكيرلي يفرد الشعر ويخليه جميل. لو مثلا الشعر الكيرلي بيبقى جاف شويه، محتاج حاجه بيلمه بيخليه طري. بيحافظ برضه على نفس الشكل الكيرلي لو انت عايز تحافظي عليه. احنا جايبين نوعين بلسم، نوعين بلسم، بنسين وسانسلك. والشامبو جايبين مينك، احنا على طول بنجيب مينك ده بجوز الهند، ده على طول بصراحه روعه. هننصحكم بيهم الثلاثه دول جمال جدا. يعني احنا المشتريات دي يا جماعه على طول احنا بنجيبها بنجربها ونكررها تاني، عجبتنا بصراحه النتيجه بتاعتها هايله قوي، وبجد جربوا الحاجات دي وهتدعوا لنا ومش هتندموا خالص. فالمشتريات دي مشتريات عيد الاضحى، احنا بادئين بيها من بدري كده عشان الواحد يجهز قبل العيد، مش اللي هو قبلها باسبوع ولسه ما جهزتوش حاجه ولا جبتوا منتجات سكين كير ولا جبتوا اي حاجه، فدي تجيبيها من بدري عشان تبقي عامله حسابك لسه قدامنا وقت. وكمان جايبين عشان الشعر برضو ده سيروم تحكم في تساقط الشعر، فجميل برضو يعني. الشامبو والبلسم بيترش على الفراغات في الشعر يا جماعه، جميل، احنا مجربينه على طول اهو. يعني بعد ما تخلصي بقى تغسلي شعرك بالشامبو ده ضد تساقط الشعر مع البلسم والشامبو، ده بيترش بعديهم. بس اهم حاجه يا جماعه يكون شعرك متنشف كويس، ما ترشوش ده يترش بعديها. فالحاجات دي كلها بتدي كده انتعاشه وريحه نظافه وحاجه جميله يعني، واحنا داخلين على الصيف. الماسك اللي هو يا جماعه جميل، روعه عارفينه بالليمون كنا نشد تغذيه البشره، خطير بجد، احلى ماسك يا جماعه تجربوه. ريحته كده تحسه ليمون، بيشيل بقى اي حاجه لازقه ممكن كمان عشان تفتيح، كله تفتيح بقى يا جماعه عشان العيد. فبصراحه ده جميل جدا يعني، بيدي نتيجه فوريه. بصوا هو اي حاجه بالليمون بصراحه بتدي نتيجه فوريه وخطيره. وكمان الزائد المقشر بصوا هتلاحظوا البشره هتلاقيها اتحسنت 100 درجه. فهو بيقولك هنا يحتوي على فيتامين ج والاحماض الامينيه ومضادات الاكسده اللازمه لشد وتغذيه البشره كده يا جماعه. فروعه بصراحه يعني، هو مش ناقصه حاجه يعني، هو مع السكراب ومع الغسول ده الدنيا تمام. حرفيا بشرتك هتلاقيها منوره كده على العيد، وكله هيسالك على سر نقاء بشرتك. فلو وصلتوا معانا يا جماعه لحد هنا ما تنسوش اللايك الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد احنا بنعمله. كمان ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنكمل بقى معاكم باقي المشتريات اللي احنا جايبينها لعيد الاضحى من سكين كير. جايبين الغسول ده من جارنيه، جميل جدا يعني، ده غسول وجه ينظف بعمق ويعطي اشراقه، فيه فيتامين سي. بصوا كل حاجه يا جماعه بالليمون حرفيا بجد يعني احسن حاجه بتفتح البشره بسرعه. فده كده فيتامين سي، غسول من جارنيه جميل جدا. وكمان عشان الحر في الصيف وداخلين على المصايف والشمس جامده والدنيا بهدله في الصيف. ما تفكرنيش بجد عندي فوبيا من الشمس الجامده دي قوي، بتبقى صعبه جدا في الصيف، صعبه يعني احنا في الشتاء كنا الوقت الجو كمان كان حلو وفيه رطوبه وكده، فغير الشمس بتاعت الصيف ده بتبقى نار. عارفه مع المصيف كمان، المصيف مع البسين والبحر بيسمر جدا، يعني بيخلي بشرتك غير ما كانت بشرتك في الشتاء يعني البشره في الشتاء حاجه وفي الصيف حاجه تالته خالص. فاحنا جايبين الحاجات دي كمان مع عيد الاضحى، مع الصيف والمصايف والحاجات دي كلها بتبقى بقى محتاجه عنايه كامله، بشره جسم شعر كله. كمان في اثار سلبيه جدا يا جماعه للمصيف، فالحاجات دي هتعالجها. تعالوا نكمل بقى الباقي اللي معانا. الشاور كريم دوت يا جماعه، يعني بجد بيرطب الجسم حلو قوي، فيه ترطيب روعه للجسم، روعه جميل، بيرطب حلو قوي يا جماعه، وبجد بيخلي البشره ناعمه كده وسوفت وجميله. وكمان بيحافظ على ترطيب البشره، يعني بيمنعها من الجفاف، لان هو في ناس بترطب عليه قوي يعني وانتي بتاخدي شاور كده بتستخدميه، فبجد هيفرق معاكي جدا لو بشرتك من نوع الجاف شويه ديت، فبجد هيبقى حلو قوي، هيديها ترطيب جميل يعني. عشان الحر والصيف فالحاجات دي المفروض يعني الواحد ما يبطلهاش خالص. هنروح بقى لجزء السنان محتاجه برضو علشان في الصيف مع غسيل السنان بالفرشه والمعجون والتنظيف، كمان مع الايس كريم يا جماعه اللي بيبقى في الصيف دوت. فده كده عامل زي المسواك كده، فيه خيوط من فوق كده بتنضف من تحت بتنضف، فبتخلي يعني السنان تبقى شكلها حلو كده عشان الصيف اللي احنا داخلين عليه والعيد والمصايف. كمان يا جماعه اللحمه والفته والحاجات الحلوه دي بتاعه العيد ما يسيبش التسوس يعني في السنان، بتنضفيه على طول اول بقى.
بصراحه كل حاجه محتاجه عنايه بيها وانك تهتمي بيها في الصيف، خصوصا وكمان الصيف والمصايف والعيد وكده. كمان كل حاجه اللي احنا جايبينها دي حاجات اساسيه جدا يا جماعه، لازم تكون عند لازم كل بنت تكون عند بجد. كل بنت، لان هي باستمرار تستعمليها مش مره وخلاص، يعني تخلص بتكرريها تاني، تخلص تكرري تاني، عشان تلاقي نتيجه يا جماعه فعاله اكتر واكتر. كمان يا جماعه ما ننساش اهم حاجه ترطيب البشره، حتى لو بحاجه بسيطه يعني جدا يا جماعه، مش مكلفه خالص. هو جل الصبار كلنا عارفينه بجد، شايفينه حاجه اساسيه بجد، بتستخدميه في كذا حاجه كمان، يعني مش مجرد ترطيب بس. جل الصبار ده داخل معاكي، فجل الصبار ده يا جماعه بيدخل معاكي حتى لو انت عايزه تعملي ماسكات، عايزه تعملي حاجات كده تستخدميه في كذا حاجه في البشره، انك تستخدميها مثلا تعملي ماسكات في البيت، تبقى حاجات مفيده معاها. مرطب كمان، وحلو قوي يا جماعه كمان للمصيف، لان احنا بشرتنا بتبقى جافه قوي، ولو انت بشره دهنيه محتاجه ترطيب. لو انت بشره دهنيه عايزه حاجه طبيعيه كده، ما تكونش فيها روايح جامده، ان هي تحسس بشرتك يعني من مطرح المصيف والبشره المهلكه ديت كده. بعد كده معانا سبراي الشعر، ده سبراي الوان كده، سبراي للشعر لون اخضر، اللي هو عشان لو عايزه تعملي ليلك جديد كده للعيد من غير ما تغيري لون شعرك، يعني هو بعد ما بتغسليه بيروح. ومش مش دور على الشعر خالص، مش هتقعدي بقى تعملي صبغات، لا ده هو لون كده بس فريحي ويعود وقت الى ما كان العيد. عليه. وقت العيد، فتره العيد كده عايزين حاجه ايه، نغير كده نغير شكل شعرنا. وكمان من ضمن السكين كير للشعر جبنا معاه الفرشه ديت. احنا على طول بنشتري فرش كده، انواع فرش جديده، بس شايفين عامله ازاي من ورا، شكلها حلو قوي ومش بتضر كمان فروه الراس، فاللي هو ناعمه وجميله قوي بصراحه، فهي عجبتنا فجبناها، ولونها ذهبي كده وشيك قوي يا جماعه، تحسي عصايه سحريه. وكمان يا جماعه معانا من ضمن السكين كير اللي جايبينه برضو بس للضوافر يا جماعه. بصوا شامل كل حاجه الفيديو ده 15 حلو قوي يا جماعه للضوافر، سيرم للضوافر. بصوا بقى يا جماعه بيطول ويقوي بيعمل كل حاجه وما يخليهمش تتكسر، وبيطولهم لك يا جماعه في رينج كده اسبوعين 3 بتلاقي طولهم يعني ايه، هو عامل شبه القطره كده شويه، عشان والسيروم القوام بتاعه تقيل، في رينج اسبوعين 3 كده بتلاقي ضوافرك طولت ووصلت يعني انت بتحطي على الضوافر، مش على الضوافر كده، وتحطيها وتسيبيهم لحد ما ينشفوا، وهكذا بقى تستمري عليه كذا مرة. بجد نتيجته حلوه قوي قوي. البنات بقى اللي ايه ضوافرها من النوع اللي هي مش بتتكسر بسرعه، حاولتي تطوليهم بكل الوصفات وما نفعتش، دوت بجد يا جماعه الحل النهائي. وكمان يا جماعه معانا برضو السكين كير بس للايد، احنا اخدنا الضوافر، هناخد بعد كده ترطيب للايد. معانا نوعين مرطب حلوين قوي للايد يا جماعه، عايزه تطيبي بيهم ايديكي كده، مع كمان السيرم اللي احنا وريناهولك، يعني السيرم ده للضوافر، ده كمان بقى دول بقى ترطيب للايد كده من ايفا، جميل جدا، او باللافندر ريحته روعه. كمان دوت يا جماعه ده نوعه كده باين حلو قوي يا جماعه برضو للايد، بس صراحه في ناس بتستعملهم للبشره بس هم مش حلوين قوي للبشره، هي للايد لان بيبقى الريحه فيها جامده قوي على البشره، ممكن تحسس البشره وكمان تقيله. الكلام ده مثلا لو انت بشرتك جافه جدا 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 بصوا جدا من هنا لبكره انت ممكن تستعمليه، غير كده لا. هما للايد حلوين قوي يا جماعه، دول بيدوا ترطيب جميل للايد. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وريناكم منتجات السكين كير للبشره والجسم والشعر، ودي من ضمن مشتريات عيد الاضحى. احنا قلنا نجهز من بدري علشان تقدروا تجيبوا الحاجات دي بدري وتجهزوا نفسكم قبل العيد والصيف والمصيف. يا جماعه جايبين لكم الخلاصه من الاخر، مش جايبين لكم حاجات زايده كده وخلاص، لا حاجات اساسيه لازم تكون عندكم. جايبين لكم يعني شامبو، بلسم، قشر اللي هو السكراب، وغسولات بقى جميع الانواع، وماسكات ومرطبات، كل حاجه قلناها لكم. فبس كده وصلنا لنهايه الفيديو. باي باي.